بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. احنا طبعا الفترة دي بنعيش كده يعني في نقول أدنى مستويات الأخلاق، يعني تحرش، رشوة، الناس مش طايقة بعضها، غش، كل حاجة. وبعض الناس تقول لك أصل ده لسوء الحالة الاقتصادية، وبعض الناس تقول لك والله أصل ده لسوء الأخلاق. فنحن نقول لا، يعني للأسف أو عفوا العقيدة ثم الأخلاق. ودي واضحة جدا في الكتاب والسنة. قال الحق سبحانه وتعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. 10 حقوق يعني ذكرها الحق سبحانه وتعالى، بدأها بالتوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم وبالوالدين إحسانا. يبقى مش هقدر ان انا اكون خلوق مع ابوي وامي الا لما اكون الاولانيه عندي كويسه، ان انا اعلم ان الله عز وجل حق، وان الموت حق، وان الاخره حق، وان في قبر وفي عذاب وفي نعيم، فلازم اكون بار بابوي وامي. وبذي القربى، وان انا اصل رحمي، وكما كما قلنا يعني في حلقه صله الرحم: لا يدخل الجنه قاطع رحم. يبقى مش هقدر ان انا استحمل خالي وعمامي وكده الا لما يكون عندي الاولانيه كويسه. واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، وال10 دول الا لما يكون الاولانيه مظبوطه. فالعقيده ثم الاخلاق. الواحد لو عنده عقيده سويه ويعلم ان الله عز وجل يراه، اخلاقياته هتبقى كويسه، ويعلم انه هيقف بين يدي الله عز وجل وهيرجع له وهيرجع يساله عن كل حاجه وعن اخلاقيات الناس، هتلاقي ناس اخلاقياتها مختلفه. وذهب سفيان بن عبد الله الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، حدثني بارجى شيء في الاسلام لا اسال به احدا بعدك. فقال له: قل امنت بالله ثم استقم. فناس كتير ما بيقدرش يستقم ليه؟ عشان عنده خلل في العقيده في الاول. طيب انت بتاخد رشوه ليه؟ عشان يعني رزق، ما هعمل ايه؟ طيب يعني بشتغل حرام ليه؟ عشان مش لاقي اكل برضه، ما هعمل ايه يعني؟ طب انت السرقه منتشره ليه في مصر وفي الدول العربيه؟ عشان الرزق. يبقى احنا هنا عندنا مشكله في العقيده، خاصه في ابواب كتير، بس النهارده هنتكلم عن باب الرزق. طيب الرزق النهارده لازم نبتدي نتكلم ان بعض الناس تقول له: سيب يا اخي الشغلانه الحرام دي، دعائك مش هيستجاب لو انت اكلك حرام، ربنا مش هيبارك لك في اولادك لو اكلك حرام، كل ده. يقول لك ايه؟ طب خلاص ربنا يرزقني بشغلانه تانية وانا اتقيه. الحق سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى هو يعكس الايه، يقول: ارزقني يا رب وانا اتقيك. كده احنا ايه؟ قلبنا الايه. فالرزق كما قلنا هو مش مال بس، لا ده مال وصحه واولاد وزواج وعروسه وكل الكلام ده كله. واهم بقى الكلام ده كله راحه بال ورضا. وصلاه الجماعه رزق، وحفظ القرآن رزق، وقيام الليل رزق. فكل دي حاجات نسأل الله عز وجل ان ربنا يكرمنا بيها. ففي قصة جميلة جدا عن الإمام أحمد، ان تبين لك ازاي ان الواحد لما بيتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الحق سبحانه وتعالى وعنده عقيدة سوية، ويعلم انه ميت لا محالة، وانه هيخش قبره، وانه هيقف بين يدي الله عز وجل ويعبد الله كأنه يراه، ربنا عز وجل بيكرمه. لأن الحق سبحانه وتعالى قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يبقى هو لو كانوا آمنوا واتقوا، يبقى أي إنسان آمن واتقى الحق سبحانه وتعالى بيكرمه من أوسع الأبواب. وقال الحق سبحانه وتعالى: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يبقى الواحد لو عنده عقيدة كويسة ودائما يرجع إلى الله عز وجل ودائما يتوب وماشي مستقيم في الدنيا دي، ربنا عز وجل يفتح عليه بركات من السماء والأرض. والرزق زي ما قلنا مش فلوس بس، فلوس وصحة وأولاد وراحة بال وطاعة وكده. في قصة جميلة جدا إن الإمام أحمد كان في أحد البلدان وما كانش له بيت، فبات في المسجد. فجاله الخادم قال له: مفيش بيت في المسجد، اخرج بره. فالإمام أحمد قال له: طب أنا هنام في موضع قدمي، يعني هنام زي ما أنا. قال له: مفيش الكلام ده. فالإمام أحمد وهو نايم قعد الخادم يجره
لغايه بره المسجد. والامام احمد كان عليه برضه يعني هيبه، كان له شكله كده شكل العلماء، لكن ما كانش معروف ان ده الامام احمد، يعني ما قالش اسمه يعني. فشاف المشهد ده واحد خباز، فواقف كده على باب المسجد، فصعب عليه، يعني راجل كبير، يعني رجل عليه وقار، فازاي يتجرجر الجرجر ده، جاي ما الخادم بيجره من رجله. فقال له لا خلاص انا هاخده عندي في البيت. فخده في البيت من غير ما يعرف اي حاجه، خده في البيت. وانتوا عارفين الخباز بيقعد يعجن الخبز بالليل، فهو قاعد عمال يستغفر، فالامام احمد شايف الكلام ده، فقال له حدثني بقى عن ثمره الاستغفار ده، ما انت اكيد ربنا مديك حاجه، عمال تستغفر الليل كله، اكيد في حاجه. قال له والله يا اخي اني ما دعوت الحق سبحانه وتعالى بدعوه الا الحق سبحانه وتعالى بيستجيب دايما لي، الا دعوه واحده ان انا ارى الامام احمد. فقال له واني جررت اليك جره، ده انا كمان مش جيت لك عادي، ده انا جيت لك متجرجر. فشوف ازاي ان الرزق، الواحد لما بيمشي كويس، الواحد لما بيستغفر كثيرا، الواحد لما بيتوب لربنا عز وجل، الواحد لما يكون عنده عقيدة سوية وعارف ان ربنا يراه، وعارف انه راجع لا محالة الى الحق سبحانه وتعالى، ربنا بيصلح له حاله. اوعى يا جماعة تخلي الجماد احسن منك. ربنا عز وجل قال للسماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. يعني انت كده كده راجع للحق سبحانه وتعالى، ما تخليش الجماد احسن منك. فاحنا قلنا ان عفوا العقيدة ثم الأخلاق، ونتمنى أن الناس ترجع تعبد ربنا عز وجل كما يحب هو يرضى. نتمنى الناس ترجع تعبد الرزاق، تعرف أن الذي بيده ملكوت السماوات والأرض هو الله، وأن أنت بس لو صلح حالك وصليت وبدأت تقرأ القرآن وتبت إلى الله عز وجل، ربنا عز وجل سيفتح لك بركات من السماء والأرض. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.